تشارك مصر بجناح ضخم يضم 90 شركة في فعاليات معرض الخضر والفاكهة الدولي، أكبر معرض زراعي لمنتجات الحاصلات التصديرية من الخضر والفاكهة على مستوى العالم، والذي يقام في دورته 25، وقد افتتح الجناح المصري 12 برلمانيا من مجلس النواب المصري. ومصر بتصدر حاليا دلوقتي بحوالي 3.5 مليون طن سنويا لبلاد العالم كلها، وكان بداية النقلة الكبيرة تواجدنا في هذه المعارض. في حاجات سياسات طويلة الأمد زي الانضمام إلى منظمة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، اللي بيها نقدر ناخد أصناف جديدة من الخارج عشان الدول الأخرى اللي هي بتنافسنا، اللي زي المغرب، اللي زي إسرائيل، اللي زي تركيا، اللي زي أسبانيا، عندهم كل هذه الأصناف. إحنا قاعدين مكتوفين لأسباب لا يعلمها أحد. لماذا لم يتم الانضمام إلى هذه الاتفاقية حتى اليوم؟ أنا سامع وكنت رحت يعني الحقيقة كذا مرة في مجلس الوزراء وبيأكدوا أن هي الموضوع انتهى، لكن الحقيقة بقالنا سنين وسنين منتظرين هذه الاتفاقية دي عشان للمستقبل. يعني احنا بنطور الزراعات للتصدير، وده أثره منعكس على المنتج اللي بينزل في السوق المحلي. في تحسن كبير جدا في المنتج عملية التداول حتى تحسنت عن السنين اللي قبل كده. هذا وتحرص الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية على المشاركة بشكل دوري في هذا المعرض الذي يعد نافذة هامة للصادرات المصرية. كما حرص أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالتواجد لتقديم رؤية واضحة حول كيفية دعم التعاون بين الجانبين المصري والألماني. احنا سمعنا النهارده مشاكل كتيرة من بعض المصدرين. اعتقد ان الموضوع دوت هيكون محل دراسة لما نرجع ان شاء الله في لجان مجلس النواب، وهنعقد حلقة نقاشية هنا معاهم، مع المصدرين المصريين اللي موجودين في المعرض، عشان نسمع منهم يعني على طول ايه هي المشاكل اللي بتصادفهم. واعتقد انها مشاكل بسيطه ممكن حلها، وتحتاج بس الى بعض يعني الجهد والايجابيه من الدوله المصريه. ان احنا في لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب من هنا ورايح لازم نحط على جدول الاعمال بتاعنا دعم صادرات الحاصلات المصريه، الصادرات الزراعيه، الحاصلات الزراعيه المصريه. وحرصاً من الحكومة المصرية على دعم الشركات المصرية المصدرة ومساندتها، فسوف يتم عقد عدة لقاءات سياسية وبرلمانية هامة على هامش المعرض. كان في لقاء للوفد البرلماني كله مع السيدة رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، وهي هتقود وفد من البوندستاج الألماني هيزور مصر في شهر مارس القادم، وكان في تناول لكل مناحي العلاقات الثنائية. أيضا غدا إن شاء الله بمقر السفارة المصرية في لقاء للوفد البرلماني مع السيد نائب رئيس البوندستاج الألماني اللي هو نازل أيضا مصر. وقد حرصت مصر على التواصل على هامش المعرض مع كافة اتحادات الأعمال واتحادات الغرف التجارية العاملة في مجال الخضروات والفاكهة الطازجة بالسوق الألماني. هذا وقد بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ألمانيا الاتحادية خلال العام المنصرم ما يربو على 84 مليون يورو، وستتوقعات بزيادة هذا المعدل خلال العام الحالي، وهو ما يعكس مدى حجم جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. من داخل أرض المعرض، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. هذا وقد بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ألمانيا الاتحادية خلال العام المنصرم ما يربو على 84 مليون يورو، وستتوقعات بزيادة هذا المعدل خلال العام الجاري، وهو ما يعكس مدى جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. من داخل أرض المعرض، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين.